هل عمرك حسيت إنك عايز تبدأ بس مش قادر تتحرك؟ حاسس إنك جواك طاقة بس متكلبش؟ إنك عندك حلم بس الحلم واقف مكانه وإنت واقف معاه؟ خليني أقول لك حاجة، فيه سر واحد لو فهمته النهاردة حياتك كلها ممكن تتقلب. مش سحر، مش كلام تنمية بشرية، مش وعد وهمي. ده سر الناس الناجحة بتستخدمه كل يوم، حتى وهم تعبانين، مكتئبين، فاقدين الحافز، وإنت تقدر تستخدمه دلوقتي. بس قبل ما أقولك عليه خليني أحكي لك قصة. في شاب اسمه ياسين، شاب عادي زيي وزيك، مش عبقري، مش عنده إرادة حديدية، بس كان عنده حلم. كل شوية يشتري كورس، يحمل أبليكيشن تنظيم وقت، يبدأ بحماس يكتب أهدافه، وبعد أسبوع كل حاجة تطفى، النوتة تتقفل، الكتاب يتنسى، والموبايل يرجع صاحبه القديم. وفي يوم وهو قاعد على السرير قال جملة غيرت كل حاجة: هو أنا فعلا كسول ولا في حاجة في طريقتي خربانة؟ ومن هنا بدأت الرحلة. ياسين اكتشف إن المشكلة مش في الإرادة ولا في الحافز ولا في الحظ، المشكلة في دماغه. دماغك ودماغي ودماغ أي بني آدم مش معمولة عشان تنجح، معمولة عشان تنجو. يعني كل ما تيجي تعمل حاجة صعبة مجهولة مجهدة، دماغك تطلع لك أمر سريع: اهرب. بس الهروب النهاردة مش أسد في الغابة، الهروب هو سوشيال ميديا، أكل، قعدة، نوم، تيك توك. يعني دماغك بتحميك بس بتسرقك. وهنا ياسين فهم اللعبة وقال لنفسه: أنا مش هفوز بالحافز، أنا هفوز بسلوك صغير بيتكرر. وسمى السلوك ده قانون الدقيقتين. يعني إيه؟ يعني يبدأ أي مهمة لمدة دقيقتين بس كده؟ أيوة. يفتح الكتاب يقرأ صفحة، يفتح اللابتوب يكتب جملة، يلبس الجزمة ويمشي في الشارع 5 دقايق. النتيجة؟ الجسم بدأ والعقل بيتبعه، لأن السر مش في الشعور، السر في البداية. وكل يوم ياسين كان يبدأ بدقيقتين وتتحول لنص ساعة والساعة والإنجاز. وأكتر يوم كان بينجز فيه هو اليوم اللي ما كانش متحفز فيه أصلاً. ليه؟ لأن الحماس مؤقت، لكن العادة بتتربى. وإنت كمان مش محتاج تكون نجم، إنت بس محتاج نظام صغير بيتكرر. بس في نقطة أعمق، الناس دايماً بتقول ابدأ بنية، لكن الحقيقة الإنجاز بيبدأ بالخوف. والله، الخوف من إن عمرك يعدي وإنت واقف، الخوف من إنك تصحى بعد 5 سنين وتلاقي نفسك في نفس المكان. الخوف ده مش عيب، بس لازم تستخدمه صح. حوله لطاقة، حوله لحركة. وياسين عمل كده، كتب ورقة وعلقها قدام سريره: ابدأ حتى لو مش مستعد. ومن هنا بدأت حياته تتغير. في الأول كان بيقرأ صفحة، بعدها فصل كامل، بعدين مشروع تخرج خلصه قبل ميعاده بشهر. وفجأة الناس بقت تسأله: أنت عندك إرادة الحديد؟ بس الحقيقة هو ما كانش عنده إرادة، هو كان عنده قرار إنه يبطل يستنى الشعور ويبدأ بسلوك. وده اللي أنت محتاج تعمله النهاردة. ما تستناش تكون جاهز، ما تستناش حافز، ما تستناش فرصة. ابدأ بدقيقة، ابدأ بجملة، ابدأ بخطوة، لأن البداية هي اللي بتبني العادة، والعادة هي اللي بتخلق الهوية، والهوية هي اللي بتحدد مستقبلك. يعني بدل ما تقول أنا عايز أنجح، قول أنا شخص بينجز. بدل ما تقول نفسي أتغير، قول أنا شخص بيبدأ حتى وهو مش مستعد. وده فرق يصنع حياة. لو وصلت معايا لآخر لحظة فأنت مش شخص عادي، أنت شخص جاهز يبدأ. ما تضيعش اللحظة دي. انزل في التعليقات واكتب: أنا قررت أبدأ حتى لو مش مستعد. وخلي دي أول خطوة حقيقية، مش للناس، لنفسك. ولو عايز فيديوهات أكتر تخلي الإنجاز عادة والنجاح أسلوب حياة، اشترك في القناة، لأن الجاي نار. هنتكلم عن إزاي تبني روتين بسيط يخليك تنتج، إزاي تكسر عادة التأجيل، وإزاي تسكت الصوت اللي جواك اللي بيقولك أنت مش قدها. فاكر، مش لازم تبقى قوي عشان تبدأ، بس لازم تبدأ عشان تبقى قوي. ابدأ النهاردة حتى لو بدقيقة.